الست سنين اللي قضيتهم في كليه طب علموني شويه مهارات او سيتس اوف سكيلز، انت لو اتعلمتهم بدري هيكون نقله كبيره جدا في كل حاجه في حياتك، في انتاجيتك وفي مجموعك وفي مستقبلك وفي حاجات كتير قوي. واول سيت اوف سكيلز اتعلمتها هي مهارات التعلم. فطبيعي انت في كليه طب كل حياتك مذاكره، لازم تبقى عارف ازاي تذاكر بافيشنسي عاليه، يعني تقدر تذاكر اقل وقت ممكن وتاخد اقصى تحصيل انت ممكن تاخده. وده بيعتمد على 3 مهارات اساسيه في التعلم، هما الجروث مايند سيت، تبقى عارف ان انت على طول في رحله تعلم، وان انت حياتك كلها تقريبا كل مدى ما هيكون في حاجات انت بتتعلمها زياده، ويبقى دايما تركيزك على ان انت كل يوم تطلع بحاجه جديده او تطلع بمعلومه جديده. تاني سكيل هي الفوكسنج سكيل، ان انت تقدر تركز بدون مشتتات بدون مقاطعات فتره طويله. ده هيسمح لك بان انت تدخل في السكيل الثالثه وهي الديب ليرنينج، او ان انت تتعمق في الماده العلميه او في الحاجه اللي انت بتذاكرها بشكل يخليك متمكن منها وما تنساهاش ابدا. ودي كانت اول ست معانا وهي مهارات التعلم. تاني ست ودي مهمه برضو هي مهارات التخطيط. مهارات التخطيط ان انت تعمل بلان لنفسك، ان انت تعمل ورك لايف بالانس، امتى تذاكر وامتى برضو يكون ليك حياه. لان غلطه بيرتكبها كتير جدا من طلاب الطب هو انه يركز في المذاكره ويلغي كل المهارات التانية من حياته، فيخرج لسوق العمل او يخرج للامتياز يتفاجئ ان انا مضطر اتعامل مع الناس، انا مضطر اسوشيالايز، انا مضطر يكون عندي مهارات اقناع، مهارات اداره، مهارات كتير جدا هتحتاجها حتى بعد كده في التكليف. لو انت مثلا مسكت مكان اداري او مسكت واحده صحيه فانت بتكون مسؤول عن كل حاجه فيها، فازاي تدير الناس، ازاي تتعامل معاهم، كل دي سكيلز انت ما بتتعلمهاش في الكليه، ولو اهملتها هتلاقي فيها ضمور شديد جدا وهتعاني في الفتره اللي بعد التخرج عشان تقدر ترجع السكيلز دي تاني او تقدر تبني السكيلز دي من الصفر. فتيجي هنا اهميه مهاره البالانسنج. وعشان تبالانس اي حاجه في حياتك او تعمل توازن لازم يكون عندك قابليه لانك تقول لا، لان في حاجات كتير جدا في الدنيا هتشغلك، فانت لازم تستبعد الحاجات اللي هتاخد من وقتك ومش هتديك قيمه او فاليو، ودايما ترتب اولوياتك. وفي كوت او مقوله بحبها جدا وهي ان الزمن اللي احنا فيه التفوق هو انك تستبعد الحاجات الغير مفيده، مش انك تتعلم كل حاجه متاحه، لان مع توافر كل حاجه تحت ايدك او كل المعلومات اللي انت عايزها تحت ايدك بقى المهاره الاساسيه اللي انت محتاجها هي مهاره السبتراكشن مش الاديشن. تقدر تحدد الاولويات او الحاجات اللي انت محتاج تعملها وتهمل بقيه المشتتات. لو عايز تعرف اكتر عن امتى بدات تحضير المعادله وعملت ايه بالظبط في فتره التحضير وازاي كنت بذاكر وايه هي اهم الاخطاء اللي ارتكبتها في فتره التحضير عشان ما تكررهاش، هتلاقي كل ده موجود في الفيديو ده هنا.